تتفرج، بفرجهم برضو على الطبيعه، ما بنخبيش عنهم حاجه. ورسالتي للناس اللي هي عاوزه تنشي حمام مبتدئين، ما تستعجلش، وخش على الفيديوهات تعويد الحمام على المكان، تكشيف الحمام، دشار الحمام، كل الفيديوهات دي موجوده عندنا على القناه بتاعتنا. خش قلب في الفيديوهات وانت هتشوف احنا بنتكلم عن ايه، وما بنخبيش عنكم حاجه. عاملين فيديوهات طويله، والحل السحري للحمام اللي بيركن، وتعويد الحمام على المكان، وتحفيزه، وازاي الحمام يرجع للعشه بتاعته، وازاي الحمام ما يركنش. كل الحاجات دي عاملين سلسله كامله متكامله عندنا في القناه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. انت لو بتسمع الفيديو للاخر هتستفاد وهتعرف احنا بنتكلم عن ايه. طبعا غيتنا رقم 1 والحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. طبعا تحياتنا للجميع. رقم 1 غيتنا الحمام الزاجل. طبعا لو ما يمنعش ان احنا ندخل اي حمام تاني او اي حمام عندنا رجع بفضل الله احنا هنسيبه، لا بنفتح له مفيش مشكله، طالما ما انتش حبسه خلاص عادي مفيش مشكله. الحمام اللي بيرجع يا جماعه بنفتح له. الحمام لو احنا عارفين صاحبه بنرده لصاحبه واحنا اللي بنوصله بنفسنا. انما طبعا فاتحين الحمام بطير ويجي ومحدش بيسال عليه، طبعا ده مش في ايدينا. طبعا ما بناخدش حاجه بتاعت حد بفضل الله. بالنسبه للحمام اللي بيتباع، اي حمام طاير عندي واتباع وانا عارف صاحبه انا برجعه لصاحبه يا جماعه. علشان ودي رسالتي لكل المربيين ولكل غواة الحمام والطيور، حاول ما تمسكش حاجه مش بتاعتك، حب الخير لغيرك، حافظ على حمامك. حمامك بس اللي يخش، اي حمام غريب افتح له خليه يطير. طبعا نازل طير نازل ياكل يشرب الكلام ده كله ما تمسكوش ولا تقفل عليه ولا الكلام ده. يا ريت الرساله تكون وصلت. ما تستعجلش على طيورك، ما تستعجلش على حمامك. ده بعض الحمام الجديد بتاعنا بفضل الله، ده حاجه كده بسيطه من حمامنا المتواضع. كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.